نصلي الفجر بجماعة. يا شباب وين نصلي الفجر؟ قال يا أخي ما استيقظنا البارحة. ليش؟ قالوا أنت ما عندك خبر؟ لا والله. قال ما شاء الله كانت أمسية للأسطورة الكرة مارادونا وساهرين لليل. قال أيوة، حد يودر سهرة مارادونا بالله عليك؟ وكان ما شاء الله الرمس الجميلة وبيقعد يمدح لك الريال داقني رقد عن صلاة ايش؟ عن صلاة فجر. يا إخوة دائما أقول للشباب ليش ما مصلين الفجر؟ ليش ما مصلين الفجر؟ فلان لماذا لم تصلي الفجر؟ قال يا أخي ما استيقظ. لما؟ ما الذي منعك من الاستيقاظ؟ فرق يا جماعة بين يوم عندي دوام ويوم عندي إجازة. يوم عندي دوام أنا قبل الفجر قايم. ليش؟ عشان ما تفوتني البصمة. وين؟ دائرة التنمية الاجتماعية. والله ما يفوتني طابور الصباح. وين؟ المدرسة. والحين خذوا لنا وطلعوا لنا شوية لا تضربون الطلاب. زي إن شاء الله بسوي لهم فودر. أيوة الحين أول معلمين يشرخون شرخ، وأظنكم أنتم اللي متعلمين بسني أنا أظنك صايب منكم الضرب في جدول الضرب والإملاء، صح ولا لا؟ الحين وين الطلاب لا تقولوا لهم شيء عشان ما يتأثرون نفسيا. زين حبيبي بنعطي علوك. وبالمناسبة أنا حضرت في قعلان بني أبو حسن قبل أسبوعين، كان ملتقى تربوي، وتكلم واحد من الادعاء العام وقال ترى هذه المادة مطلعة، لو معلم ضرب التلميذ تأديب ما يشتكي، ما تقبل شكوى ولي الأمر. أول كل يوم عاد في الادعاء العام معلم بالله عليك معلم يعلم أولادك السيارة تعرفوا وتسمعوني. أول يوم تودي ولدك مع معلم ايش تقول له؟ سلم ايش؟ سلم العين. اسمع سلم عيوني بعد سنتين. الحين لا، الحين ما ادخل شوية والله بس الحين ما يروح الولد الأب تروح وزارة الداخلية لأن الأب ما يقدر يمشي الشيمة، تقول لك جلس في البيت أنا بمشي. لا إله إلا الله. وشيء من الأزواج سمعنا وطعنا قصر عن يقولها غفرانك ربنا. أنا بعدني خليك شوية على قول المصريين مبرم شنابه. يسمعوني مصريين يظن حدني موجود موجود